السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة فارماسي. أنا الدكتور إيهاب الزيات. النهاردة إن شاء الله معادنا مع ليكشر 31 في فارماسيوتيكال كالكوليشن كورس. إن شاء الله النهاردة هنستكمل الشابتر اللي كنا بدأناه المرة اللي فاتت اللي بيتكلم على الملي ايكويفالنت وملي مول وملي ايزومولز. خدنا الجزء الأولاني فيه. النهاردة إن شاء الله هنستكمل الجزء الثاني بحول الله سبحانه وتعالى. فخلينا نبدأ على طول عشان الحلقة النهاردة هتكون كبيرة شوية والفيديو كبير شوية ومحتاج مننا تركيز، فيلا بينا. احنا كنا وصلنا المرة اللي فاتت أو وقفنا عند جزئية الملي مولز والمايكرو مولز، تمام؟ فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عليها. فبنعرف المول، يعني ايه كلمه مول الاول؟ مول ده يعتبر الموليكولار ويت اوف سبستانس ان جرام، خلاص؟ يعني اما اقول مول من اي سبستانس هو الموليكولار ويت بتاعها ان جرام. فانا عندي هنا مثلا صوديوم كلورايد، فالصوديوم كلورايد ده لما اقول 1 مول منه يعني الموليكولار ويت. طب الموليكولار ويت انا بجيبه ازاي؟ بجيب الاتوميك ويت بتاع كل اتوم واجمعهم على بعض، هو ده يبقى الموليكولار ويت بتاعي. طيب يبقى انا عندي مثلا الصوديوم، انا عارف ان الصوديوم 23، عارف ان الكلورايد المفروض يبقى 35 ونص، يبقى الاثنين على بعض ايه؟ 58.5. يبقى ده كده ايه الموليكولار ويت بتاعه. يبقى المول من الماده دي هو الموليكولار ويت بتاعها ان جرامز، يعني 58.5 جرام. طيب لما انا اقول ملي مول، اما اقول بقى ملي مول زي ما اقول مثلا ايه جرام واقول ملي جرام. ملي جرام يعني 1 على 1000 من الجرام، فنفس الكلام 1 على 1000 من المول، فبسميه 1 ملي مول. طيب اذا كنت انا بعبر عن المول، ال1 مول بيساوي 58.5 جرام، يبقى ال1 ملي مول بيساوي 58.5 بس مش جرام بقى، ملي جرام. ملي جرام، خلاص كده. يبقى انا عندي دلوقتي ده الملي مول. نفس الكلام برضو عندي المايكرو مول، فهقول ال1 مايكرو مول بيساوي ايه؟ بيساوي 58.5 مايكرو جرام، خلاص كده. يبقى انا كل واحده قصادها الايه الايكويفالنت بتاعها من الويت. ممتاز جدا. طيب هنا بيقول لك ايه؟ ان انا ممكن اعبر عن الحاجات بقى بينها، يعني ايه اعمل تحويلات بينهم وبين بعض. ففور اكزامبل مثلا هنا بيقول لك الموليكولار ويت اوف صوديوم عباره عن 58.5 جرام بير مول. ما انا عارف ان المول عباره عن ايه؟ 58.5 جرام، هو الموليكولار ويت او الوزنه بتاعه الماده دي in terms of ايه؟ in grams. فبيقول لي can you convert it to milligrams وملي مول، يعني بدل الجرام هنا هيبقى ملي جرام وبدل المول هيبقى ملي ايه؟ ملي مول. خلاص، هو طبعا حللها لك هنا، بس تعالى احنا نعملها بشيء من التفصيل. اول حاجه انا عندي 58.5 جرام، خلاص، بير مول، لكل واحد ايه؟ مول. فانا بمنتهى البساطه هنا انا هحول الجزء الاولاني اللي موجود فوق، الجزء الاولاني ده هيتحول الى 58.5 عشان احوله الملي جرام، فهضرب في 1000، تمام؟ طيب ال1 مول عشان احوله الملي مول هعمل ايه؟ برضه هضرب في 1000، لان 1 مول هحوله الملي زي 1 جرام هحوله الملي جرام، فهضرب في 1000. يبقى ال1 مول ده هضربه في 1000، هلاقي ان ال1000 تروح مع ال1000 هتطلع برضو ان هي بتساوي 58.5 ملي جرام لكل ملي مول. ايه ده؟ يعني هي نفس الرقم؟ نفس الرقم، لان انا فوق بضرب في 1000 وتحت بضرب في 1000 بيضيعوا بعض، فعشان كده ال 58.5 ملي جرام بير ملي مول هي ال 58، هي ال 58.5 جرام بير مول، هي ال 58.5 مايكرو جرام لكل مايكرو مول. تمام كده؟ ليه؟ لان احنا لو انا هضرب مثلا عشان احول من جرام لمايكرو جرام هضرب في 1 مليون، كذلك عشان احول من مول لملي مول هضرب في 1 مليون، فكاني بضرب فوق وتحت في 1 مليون في 1 مليون، بيضيعوا بعض، وبالتالي بيظهر عندي برضو نفس الايه، او يتفضل عندي نفس الرقم اللي هو الموليكولار ويت، بس الوحدات تختلف. هنا بقى مايكرو جرام بير ملي مول بير مايكرو مول، هنا جرام بير مول، هنا ملي جرام بير ملي مول. تمام؟ وضحت الحته ديت؟ طيب ننتقل للنقطه اللي بعدها. هندخل بقى على المسائل على طول، تطبيق مباشر على الجزئيه ديت. هي مجرد بس تحويلات in a simple proportion بدون اي تعقيد. طيب how many milligrams how many millimoles of monobasic sodium phosphate monohydrate، بيقول لي المولكيولار ويت بتاعه 138 are present in 100 جرام of substance، فهو عايز يعرف كام ملي مول. طيب حلو جدا. هو السبستانس عندي قد ايه؟ عندي 100 جرام، يبقى انا عندي 100 جرام من السبستانس دي. المولكيولار ويت بتاعه كام؟ بتساوي 138. ممتاز. طيب انا من تعريف الملي مول عباره عن ايه؟ انا عارف ان ال1 ملي مول من اي سبستانس بيساوي ايه؟ بيساوي 138 ملي جرام.
مش احنا قلنا لو انا 1 مول اوف 1 سبستانس يعني معناها الموليكولار ويت بالجرام. طب ملي مول معناها الموليكولار ويت بالملي جرام. طب مايكرو مول معناها الموليكولار ويت بالمايكرو جرام. فانا عندي كده عارف ان 1 ملي مول في 138 ملي جرام. طيب الماده عباره عن كام جرام؟ 100 جرام. بس ما ينفعش هنا احط هنا ال 100 جرام زي ما هم، لازم احول لملي جرام عشان يبقوا كلهم بنفس بنفس الوحده. فهتبقى هنا 100,000 ملي جرام، يبقى دول ايكويفالنت لاكس ملي مول. as simple as that. خلاص نحسب الاكس بتاعتنا دي بتطلع 724.64 ملي مول. المثال اللي بعده بيقول لك what is the weight in milligrams of 5 ملي مول بوتاسيوم فوسفات دايبيزك، وبيقول لي الموليكولار ويت بتاع البوتاسيوم فوسفات دايبيزك عباره عن 174. طبعا هو هنا مفصلها لك، هو حسب الموليكولار ويت ازاي، المهم ان هو 174. وهنا عايز يعرف ايه؟ بيقول لي كام ملي جرامز. تمام، وبيقول لي ان هي 5 ملي مول. طيب انا برضو نفس الكلام، انا عارف ان ال1 ملي مول بيساوي ايه؟ بيساوي الموليكولار ويت بالملي جرام اللي هي 174 ملي جرام. طيب هي بيقول لي عندي ايه؟ بيقول لي عايز يعرف كام ملي جرام، فيبقى اكس ملي جرام دي المجهوله المره دي، وهو عنده كام؟ عنده 5 ملي مول. برضو نفس الكلام سيمبل بروبورشن عادي جدا، هتطلع الاكس بتاعتي دي بتساوي 870 ملي جرام. المثال اللي بعده بيقول لي انت عايز تعمل كونفيرت ذا تراف بلازما رينج اوف 0.5 مايكرو جرام. خلي بالك الام قلنا في الكتاب لما الاقي الام لازقه في الجي معناها مايكرو جرام عشان بس ما تقراهاش غلط. فهي بيقول لي البلازما رينج يعني عباره عن 0.5 مايكرو جرام بير مليليتر ل 2 مايكرو جرام بير مليليتر فور توبرامايسين، الموليكولار ويت بتاعه كذا. فبيقول لي حول الرينج ده بدل ما هو بالمايكرو جرام للمايكرو مول بير لتر. طيب نفس الكلام هاخد التعريف بتاعي، التعريف بتاعي هو طريقتي للحل، هو مفتاح الحل عندي. طيب التعريف بيقول لي ايه؟ انا عندي ال1 مايكرو مول، ال1 مايكرو مول بيساوي الموليكولار ويت بالايه؟ بالمايكرو جرام. فيبقى انا عندي 467.52 مايكرو جرام. طيب تعالى نشتغل الاول على اللور ليميت دوت. اللور ليميت ده عباره عن ايه؟ عباره عن 0.5 مايكرو جرام. خلاص طبعا بير ملي لتر. فهنا هحسب الاكس ده ايكويفالنت لكام مايكرو مول. طيب لما اعمل الحسبه ديت هيطلع لي ان الاكس دي بتساوي 0.001069 مايكرو مول بير ايه؟ بير ام ال. ليه؟ لان انا عندي الكميه ديت اللي هي ال 0.5 مايكرو جرام دي كانت بير ايه؟ بير ام ال. هو كان ذاكرها لي هنا، قال لي مايكرو جرام بير ام ال، بس هو عايز ايه؟ مايكرو مول بير لتر، هو عايز في اللتر قد ايه. فلو انا طلعت الكميه ديت للام ال الواحد في الواحد ملي يعني، فانا عايزها في اللتر، في اللتر يعني في ال1000 ملي، يبقى هضرب في 1000. تمام، يبقى لازم ديت اضربها في 1000، فهتطلع في النهايه هحرك الايه البوينت ثلاث ارقام يعني، هتبقى 1.0 ونعمل تقريب تبقى 1.07 مايكرو مول بير لتر. نفس الكلام هعمله في الابر ليميت، فهيبقى انا عندي اللي هي ال1 مايكرو مول ديت equivalent ل 467.52 مايكرو جرام. يبقى لو انا عندي 2 مايكرو جرام يبقى دي equivalent لكام مايكرو مول، واللي هيطلع منهم هضربه برضو في 1000 عشان اجيب في اللتر، هتطلع بتساوي 4.28 مايكرو مول بير لتر. تمام كده. المسألة اللي بعدها هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انت عندك lactated ringer solution contain 20 ملي جرام of calcium chloride dihydrate. تمام، وكاتب لي الفورمولا بتاعته، وبيقول لي موجودين في 100 ملي لتر، يعني عندي ال 20 ملي جرام دول بير 100 ملي لتر. حلو قوي. بيقول لي calculate الملي مولز of calcium present in 1 liter of lactated ringer injection. هو عايز يعرف الكميه بالملي مول عباره عن ايه. طيب اول حاجه انا لازم زي ما قلنا ان انا اعرف ايه الموليكولار ويت بتاعه ايه. فانا عارف الموليكولار ويت من الامثله السابقه ان هو 147، ده الموليكولار ويت، وهو بيكلمني بالملي مول، يعني عايز اقول ان ال1 ملي مول بيساوي 147 ملي جرام. طيب هو هنا بيقول لي انا عايز الكميه ديت، خلاص عايز اللي هي ال 20 ملي جرام ديت يعرف هي بتساوي قد ايه بالملي مولز، بس بيقول لي في ال 1 لتر اوف لاكتيتد لينجر، يعني عايز اعرف الكميه بتاعت الملي مولز لما اتكلم على لتر بقى، مش اتكلم على 100 ملي بس. فهنا سيمبلي يعني انا ممكن على جنب اقول ان انا 20 ملي جرام دول موجودين في 100.
خلاص، يعني كام في اللتر؟ اكس ملي جرام في اللتر اللي هو ال1000 ملي، يعني 200، يعني هضرب في 10 بس، يعني دي 200 ملي جرام، عشان هي دي اللي هاخدها وهجيب الايكويفالنت بتاعها بالملي مولز بقى. فهقول يبقى ال 200 ملي جرام اللي هي موجوده في اللتر، هو دي اللي عايز يعرفها، يبقى اكس ملي مول. طبعا انت ممكن هنا تعمل زي المثال اللي قبله، ان انت تاخد ال 20 ملي جرام تعوض بيها مباشره، واللي يطلع يبقى انت جبت كميه الملي مولز في ايه؟ في ال 100 ملي، يبقى انا عشان اجيب في لتر اضرب في 10. فممكن تعمل كده او كده، يعني ممكن تجيب الكميه اللي في اللتر الاول قد ايه وبعدين تجيب الايكويفالنت ملي مولز، او تجيب الايكويفالنت ملي مولز لل 20 ملي جرام واللي يطلع تضربه في 10 عشان تجيب الكميه في الايه في اللتر قد ايه. فممكن تشتغل كده او كده. تطلع الاكس هنا 1.36 ملي مول، يبقى هي دي الايه الاجابه المطلوبه. طيب هو هنا السؤال ده متعلق بالسؤال السابق، فبيقول لي how many micromoles of calcium are present in each milliliter of lactated calcium injection. طيب هنا انا كان عندي ايه في الاجابه اللي انا حصلت عليها من المثال السابق، ان انا عندي 1.36 ملي مول بير لتر لكل لتر. تمام. طيب هو هنا بيقول لي انا عايز ايه؟ عايز بالمايكرو مولز لكل ملي لتر. ممتاز. يبقى انا عشان احول من الملي مول لمايكرو مول المفروض ان انا بضرب في ايه؟ بضرب في 1000. حلو كده. وعشان انا بقى جايب الكميه دي اصلا في اللتر، فانا عايز احولها لايه؟ لملي لتر في الملي لتر الواحد، يبقى هقسم على 1000. يبقى ضربت في 1000 وبقسم على 1000، يبقى دي هتروح مع دي، يبقى بتساوي 1.36 مايكرو مول بير ملي لتر. يبقى كأني ما عملتش برضو ايه، ما غيرتش في الرقم نفسه حاجة، لكن الوحدات هي اللي اتغيرت. تمام. المثال رقم 6 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي a patient is receiving slow intravenous infusion containing 40 ملي equivalent من البوتاسيوم كلورايد in 100 ملي of fluid. يعني دوت ال 4 ملي equivalent موجود في 1000 ملي من الايه؟ من السوليوشن. If after 12 hours 720 ملي of infusion has been infused، بعد 12 ساعة لقى نفسه ان هو عطى المريض قد ايه؟ عطى المريض 720 ملي. How many millimoles of potassium chloride were administered؟ فهو بيقول لي هو عطاه قد ايه بقى كملي مولز من البوتاسيوم كلورايد. جميل جدا. تعالى الاول انا عايز اعرف انا اعطيته قد ايه كام ملي ايكويفالنت في 720 ملي. فانا عندي ان ال 40 ملي ايكويفالنت دول موجودين في 1000 ملي لتر. طب لو انا اديته 720 ملي فدول فيهم كام ملي ايكويفالنت؟ تطلع الاكس دي بتساوي، تطلع 28.8 ملي ايكويفالنت. يبقى ده كده اللي انا ايه؟ اللي انا اديته للبيشنت دوت. حلو جدا. فاضل لي بقى ان انا احول الملي ايكويفالنت ده لملي جرامز، وبعدين اخد الملي جرامز دي احولها لملي مولز. فانا عارف انا ال1 ملي ايكويفالنت من البوتاسيوم كلورايد المفروض بيساوي ايه؟ بيساوي الموليكولار ويت على الفالنسي. تمام. دي من الايه؟ من المحاضره اللي فاتت. فالموليكولار ويت هنا بيساوي كام؟ 74.5 والفالنسي هنا بواحد، يعني 74.5 ملي جرام. يبقى لو انا عندي 28.8 ملي ايكويفالنت المفروض دول هيبقى ايكوال كام؟ اكس ملي جرام. فهعمل ايه؟ هعمل الكروس مالتيبليكيشن بين دي وبين دي، تطلع الاكس دي بتساوي 2145.6 ملي جرام. يبقى دي كده كميه الايه؟ كميه البوتاسيوم كلورايد بالملي جرام. فاضل ان انا احولها لملي مول. طيب انا عارف ان ال1 ملي مول المفروض من الديفينيشن بيساوي الموليكولار ويت ان ملي جرامز، فبيساوي 74.5 ملي جرام. طيب انا عندي كام هنا؟ انا عندي 2145.6 ملي جرام، فدي بتساوي اكس ملي مول. هتطلع الاكس دي برضو بتساوي 28.8 ملي مول. ايه ده؟ يعني طلعت نفس الكميه بالملي ايكويفالنت؟ يس، طلعت نفس الكميه بالملي ايكويفالنت، بس اللهم الا مع اختلاف الوحدات او اختلاف طريقه التعبير عنها. طيب المثال رقم 7 معانا بيقول لي a medication order calls for 1.8 جرام of potassium chloride in 60 ملي. يعني هو عايز يحضر 1.8 جرام من البوتاسيوم كلورايد لكل 60 ملي of solution. How many millimoles of potassium chloride are contained in each milliliter؟ حلو جدا. طيب انا عندي اذا كان ده 1.8 جرام لكل 60 ملي يبقى اكس جرام في الواحد ملي، كأني قسمت على 60، فهقول هنا ان الاكس دي بتطلع 0.03 جرام، اللي هي انا محتاج ان انا احولها لملي جرام، فهخليها 30 ملي جرام. طيب هاجي بعد كده عشان اجيبها بالملي مولز لكل ملي لتر، فانا خلاص عندي بقى ايه 30 ملي جرام لكل ملي لتر، عايز اعبر عنهم بالملي مول. فانا عارف ان ال1 ملي مول من التعريف
بيساوي المولكيولار ويت اللي هو عباره عن 74.5 ملي جرام. طيب دي كام؟ دي 30 ملي جرام. يبقى انا عندي دي ايكويفالنت الاكس ملي مول. هتطلع الاكس دي بتساوي تطلع 0.403 بالتقريب، يبقى ملي مول. المثال الاخير هنا معانا مثال رقم 8 بيقول لي calculate the concentration in millimole per liter for each of the following infusion solution. فاول واحد بيديني ايه؟ ان هو 5% NaCl. ده عباره عن ايه؟ عباره عن 5 جرام لكل 100 ملي. خلاص هو عايز يخليها بالايه؟ in terms of millimole per liter. بص دي بقى ممكن نحلها بطريقه البروبورشن زي ما احنا متعودين، ممكن نحلها بالدايمنشن اناليسيز. فايه رايك نحلها بالدايمنشن اناليسيز المره دي؟ بص احنا عندنا هنا هو عايز ايه؟ عايز بالملي مول بير لتر. تمام. طيب انا عايز اوصل للوحدتين دول، فعندي اول كونفرجن فاكتور اللي هو الملي مول دوت. خلاص الملي مول ده انا عايز ان انا احوله، فانا بقول ايه؟ بقول ان الواحد طبعا الملي مول هتبقى فوق لان انا عايز الملي مول يبقى هنا. فانا عندي ال1 ملي مول بيساوي الكميه اللي هي الموليكولار ويت بالملي جرام. فالموليكولار ويت هنا كام بتاع NaCl؟ احنا عارفين 58.5، هيبقى 58.5 ملي جرام. ممتاز. طيب خلي بالك انا عندي دي بالجرام اللي هي ال5 جرام، انا عايز احولها لملي جرام، فلازم اعمل في كونفرجن فاكتور تاني اضرب فيه الايه الكونفرجن اللي يخليني اتخلص من الجرام. فانا عندي ال1 جرام بيساوي 1000 ملي جرام. الجرام بقى هحطه فوق ولا تحت؟ طبعا هحطه تحت عشان يروح مع الجرام، والملي جرام هيبقى فوق عشان يروح مع الملي جرام. فهقول هنا ان ال1 جرام اهو بيساوي 1000 ملي جرام. يبقى ده الكونفرجن فاكتور اللي ايه خلصني من الجرام دي. فاضل الملي لتر. الملي لتر ديت انا برضو عايز احولها لايه؟ انا عايز اجيب بير لتر. فيبقى عندي كونفرجن فاكتور ثالث اللي هو بقول ان ال1 لتر هحط الليتر دي تحت عشان انا عايز الليتر دي تبقى هنا بتساوي 1000 ملي لتر. حلو كده. فهلاقي ان الملي جرام راحت مع الملي جرام، والجرام راحت مع الجرام، والملي لتر راحت مع الملي لتر. اتفضل لي ايه؟ اتفضل لي الملي مول وتفضل لي الليتر. هي دي الوحده اللي انا عايز اوصل لها. تمام. اجي بقى اعمل الحسابات بتاعتي. يبقى 5 في 1000 في 1000 يعني 5 مليون على 58.5% يعني 58.50. يطلع الناتج دوت 854.7 ملي مول بير لتر. تمام. يبقى انا كده حليتها بطريقه الدايمنشنال اناليسيس. طيب نفترض يا دكتور انا بتلخبط بالطريقه ديت وعايز احلها بالطريقه العاديه المبسطه اللي احنا شغالين بيها. سهله جدا. مش احنا قلنا ان دي 5 جرام لكل ايه؟ لكل 100 ملي، صح كده؟ اشتغل على واحده واحده. دلوقتي ال 5 جرام دي انا عايز احولها لملي مول. خلاص. طيب هحولها ازاي؟ فانا عندي ال 5 جرام دي هضربها في 1000 تطلع 5000 ملي جرام. يبقى انا كده حولتها 5000 ملي جرام. عايز بقى ال 5000 ملي جرام دي اعملها ان ترمز اوف ملي مول. فانا عندي تعريف الملي مول ال1 ملي مول بيساوي 58.5 ملي جرام. يبقى ال 5000 ملي جرام دول ايكويفالنت الاكس ملي مول. هحسب الكلام دوت تطلع الاكس دي بتساوي 85.47 ملي مول. حلو كده. يبقى كأن انا غيرت الشكل دوت خليته بقى 85.47 ملي مول لكل 100 ملي. طبعا الجزء الثاني زي ما هو، انا ما جيتش جنبه، انا مجرد اشتغلت على الجزء الاولاني، حولت الجرام ده خليته 85.47 ملي مول. جميل. طيب دول موجودين في قد ايه؟ في 100 ملي. طب انا عايز في 100 ملي ولا عايز في اللتر؟ عايز في اللتر اللي هم كام؟ 1000 ملي. فبرضه كأني بعمل البروبورشن الثاني 1000 ملي يبقى اكس ملي مول، يبقى كأني ضربت في 10 يعني. فبرضه بعمل الايه؟ الكروس مالتيبليكيشن بتاعتي هتطلع ديت عباره عن 854.7 ملي مول لكل 1000 ملي، او ممكن اشيلها واحط 1 لتر. تمام كده. يبقى انا عندي الطريقتين، يا اما اشتغلها في خطوه واحده بالدايمنشنال اناليسيز زي ما احنا عملنا كده، يا اما تشتغلها على خطوتين زي ما احنا 1 بروبورشن في الاول وبعد كده السكند بروبورشن. في النهايه الاثنين هيدوك نفس الناتج. فاشتغل بالطريقه اللي تريحك. انا شرحت دي وشرحت دي عشان برضو تبقى انت عندك الايه؟ المرونه في التعامل مع الحاجات دي. طيب بقيه الامثله سهله، هي تطبيق مباشر يعني. انا مش هشرحها بقى لان دي 3%، فمجرد هي نفس المثال دوت بس 3% بدل ايه؟ بدل 5%. دي نفس الكلام 0.9%، برضه هتفكها اللي هي عباره عن 0.9 لكل 100 ملي. خلاص. وتقدر ان انت تشتغل عليها. دي 3 لكل 100 ملي، 3 جرام لكل 100 ملي، وتقدر برضه تشتغل عليها بنفس الطريقه.
نفس الكلام ديت 0.45 هتشتغل عليها بنفس الطريقه، و0.2%، فهي كلها ايه تطبيق واحد على اختلفت بس الارقام اللي انت بادي بيها، لكن كلها بيرسنت يعني كذا جرام لكل 100 مللي، ومنها تبدا ايه تكمل طريقه الحل بتاعتك. وكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الملي مولز والمايكرو مولز وفهمناه كويس جدا، وعرفنا تطبيق المسائل عليه بيجي ازاي. هيتبقى لنا جزء تاني اسمه الاوزمولاريتي، برضه هنشرحه كده في السريع عشان يبقى خلصنا الشابتر دوت ايه ان شاء الله بشكل نهائي. طيب الاوزمولاريتي نركز مع بعض شويه فيه. هو بيقول لك الاوزموتيك بريشر، احنا كنا شرحنا قبل كده يعني ايه ايزوتونيك سوليوشن، وان الايزوتونيك سوليوشن دوت انا عشان اعرف ان هو ايزوتونيك يبقى لازم نفس الايزوتونيستي بتاعه البلاد او بتاعه البلازما، وان ممكن يبقى السوليوشن يبقى هايبرتونيك وممكن يبقى هايبوتونيك. فبيقول لك احنا بنعبر برضو عن الايزوتونيستي بتاعته عن طريق الايه حاجه اسمها الاوزموتيك بريشر، او بنقيس له حاجه اسمها الاوزمولاريتي. وزي ما احنا قلنا التونيسيتي ديت بتاعه السوليوشن بتعتمد على حاجه اسمها الكوليجيتيف بروبرتيز، او بتعتمد على عدد البارتكلز، مش المولكيول مثلا شكله ايه ولا نوعه ايه ولا التشارج اللي عليه ايه، لا عدد البارتكلز نفسها قد ايه. فنفس الكلام انا هنا بعتمد على البارتكل نمبر، فاي دونت كير اباوت البارتكل سايز، اي دونت كير اباوت التشارج، اي دونت كير اباوت الويت، انا يهمني عدد. خلاص. طيب وقلنا ان كل ما البارتكلز اللي دايبه بتبقى زياده معناها ان عندي هاير اوزموتيك بريشر او هايبرتونيك سوليوشن او وات ايفر. طيب يبقى اذا اقدر اقول من هنا ان الاوزموتيك بريشر از بروبورشنال للتوتال نمبر اوف بارتكلز اللي موجوده فين في السوليوشن عندي. جميل. فبيقول لك طيب من هنا جاء حاجه اسمها الملي اوزمول، تعريف الملي اوزمول. فقال لك الملي اوزمولز دوت برضه هو بيقيس هاو ماني اوزموتيكالي اكتيف بارتكلز بريزنت ان 1 لتر اوف سوليوشن. فبيقول لك ان انا كده بعد البارتكلز. جميل. فبقى لك في حالتين عندي، لو انا عايز اعبر عن الاوزمول ده في حاله لو انا شغال بحاجه نون الكترولايت يعني مفيش ديسوشيشن. فاكرين بقى في الشابتر اللي شرحناه بتاع الايزوتونيك ان قلنا بيحصل ديسوشيشن، وفي الحاجات النون الكترولايت مش بيحصل لها ديسوشيشن، فنفس الكلام هنا. فبيقول لك لو انا شغال بالدكستروز وده مش بيحصل له ديسوشيشن في الووتر، خلاص مفيش ايونايزيشن، فبالتالي ال1 مولكيولز هو عباره عن 1 بارتكل، وبالتالي هنا انا بعبر عن ال1 ملي مول دكستروز كانه هو عباره عن ايه، بشوفه ان هو 1 بارتكل، وبالتالي بقدر اقول هنا ان ال1 ملي مول دكستروز دوت عباره عن ال1 ملي اوزمول، يعني كان ال1 ملي مول هو ال1 ملي اوزمول. اما ال1 ملي مول احنا لسه واخدينه كان بيساوي ايه؟ بيساوي المولكيولر ويت ان ملي جرامز. فده نفس الكلام، يبقى ال1 ملي اوزمول هنا هيساوي برضو المولكيولر ويت ان ملي جرام، زيه زي الايه الملي مول بالظبط. جميل. طيب لو انا بقى ايه يبقى ده كده خلاص عرفت انا ال1 ملي اوزمول هو زي ال1 ملي مول اللي هو بيساوي المولكيولر ويت بتاعت الماده ان ملي جرام. دي كده فهمناها. طيب لو انا شغال بقى نون الكترولايت، هنا بيقول لك بقى لا في نون الكترولايت لو انا شغال الكترولايت الوضع هنا هيختلف ازاي؟ بيقول لك لو انا عندي الالكترولايت دي بيحصل لها ديسوشيشن انتو ايونز، يعني كل مولكيول الدكستروز ده احنا قلنا ايه بيفضل زي ما هو كده 1 بارتكل 1 مولكيول. لا لما اجي حاجه مثلا زي ال NaCl بتنقسم الى 2، فاصبح ال1 مولكيول انقسم الى 2 بارتكل. فهنا بيقول لك الاوزمول بقى هنا بيعتمد على عدد البارتكلز، وبالتالي حتى لو هو 1 ملي مول، لو انا عندي ال1 مولكيول دوت انقسم الى 2 بارتكل، فال1 ملي مول هنا مش بيساوي بقى 1 ملي اوزمول، لا بيساوي 2 ملي اوزمول. طب ليه 2 ملي اوزمول؟ لان احنا قلنا الاوزمولاريتي دي لما انا بقيسها بتعتمد على عدد البارتكل. لما ال NaCl ده نزل في السوليوشن انقسم الى Na بوزيتيف وCl نيجاتيف، فكانه انقسم الى ايه؟ الى 2 بارتكلز، وبالتالي في الحاله دي انا بعتبر ال1 ملي مول بيساوي 2 ملي اوزمول. حلو قوي. طب لو انا جيت جربت بقى على الكالسيوم كلورايد، المفروض ان هنا في ايه CaCl2، خلاص انقسم الى ايون من الكالسيوم و2 ايون من الايه من الكلورايد، خلاص يبقى عندي كام ايون؟ 3. فعشان كده قال لك ال1 ملي مول هنا بيساوي 3 ملي اوزمول، يعني ال 3 ملي اوزمول دي هي اللي بتساوي المولكيولر ويت ان ملي جرام. وبرده نفس الكلام ال 2 ملي اوزمول هم اللي بيساووا المولكيولر ويت ان ملي جرام، خلاص. والاولانيه برضو نفس الكلام. الصوديوم ستريت عندي 3 صوديوم وايه وشابك فيها الستريت ديت، فلما بتنقسم بيديني 3 ايونز اوف صوديوم وواحده ايون من الستريت، يعني كله كام؟ كله 4 ايونز، يعني 4 بارتكلز. طيب يبقى 4 بارتكلز يعني عندي ال1 ملي مول ال1 ملي مول دوت بيساوي ايه؟ بيساوي 4 ملي اوزمول، يعني كأن ال4 ملي اوزمول هم اللي بيساووا المولكيولر ويت بتاعت الماده دي ان ملي جرامز. خلاص كده
يبقى ده اللي هيخليني ان انا اعرف احل المسائل بقى، ان انا فاهم العلاقه اكوردنج للايه، هل ده بيحصل له ايونايزيشن ولا لا. طب يا دكتور انت كنت قلت لنا قبل كده ان الايونايزيشن ممكن بيحصل بنسبه 20%، 80%، 60%، فهنا ايه الايونايزيشن بيحصل؟ لا، هنا بيقول لك اعتبر الايونايزيشن assuming 100%، يعني كل المسائل اللي جايه هنحلها هيقول لك ان حصل 100% ايونايزيشن، عشان يبقى الكي سي ال مثلا او الان اي سي ال بعتبره 2، خلاص 2 اوزمولز، يبقى انا ايه ما يبقاش فيه لخبطه في الحل بقى او كده، فبعتبره ان هو بيحصل له 100% ايونايزيشن. الجدول ده بيلخص الموضوع، بيقول لي والله لو انا ديكستروز خلاص مش بيحصل ده نون الكترولايت، مش بيحصل ديسوسيشن او ايونايزيشن، وبالتالي هو 1 بارتيكل فورمد، فبيقول لي ان ال1 ملي مول عباره عن 1 ملي اوزمول. لكن ال NaCl بينقسم الى 2، وبالتالي ايه في 2 ملي اوزمول لكل 1 ملي مول. الكالسيوم كلورايد في 3 خلاص ملي اوزمول بير كذا، والصوديوم ستريت 4 بير ملي مول. حلو كده، جميل. كانه بيقول لي الاوزمولاريتي بتزيد مع الديسوسيشن، كل ما يحصل ديسوسيشن الاوزمولاريتي بتاعت السوليوشن بتزيد، لان عدد البارتكلز اللي بتبقى فيه ايه زياده. ولذلك هنا بيزد على القانون اللي احنا شرحناه بقى في الفوق دوت، فبيقول لك الموليكولار ويت على النمبر اوف سبيشيز بروديوسد باي ديسوسيشن، ده بيديني في النهايه انا عندي كام ملي جرام لكام ملي اوزمول. مثال عشان نفهم القانون دوت، انا عندي دلوقتي ال NaCl الموليكولار ويت بتاعه كام؟ الموليكولار ويت بتاعه عباره عن 58.5. حلو كده، يعني ال1 ملي مول بيساوي 58.5 ملي جرام. ده in terms of ملي اوزمول. هنعتبر ده بيحصل له ديسوسيشن ولا لا؟ into 2 ايونز ولا 1 ايون، ولا ما بيحصلوش اصلا ديسوسيشن؟ لا، بيعتبر ب 2 ايونز. فكأن اللي هو الملي جرام 58.5 ملي جرام دول يكافئوا 2 ملي اوزمول. خلاص، ما هو ده من التعريف اللي احنا جبناه فوق. شايفين هنا، نرجع تاني، ادي اهو الصوديوم كلورايد. خلاص احنا قلنا ال1 ملي مول اللي هو بيساوي الموليكولار ويت ان ملي جرام اللي هو بيساوي 58.5 ملي جرام، بيساوي ايه؟ بيساوي 2. طب ليه 2؟ عشان في 2 بارتكلز. يبقى ال 58.5 ملي جرام ده عباره هو اللي بيساوي ايه؟ بيساوي 2 ملي اوزمول. ودي خلي بالك لو انت عملت العلاقه دي صح هتحل اي مساله. خلاص عرفت انسب الموليكولار ويت بالملي جرام لكام ملي اوزمول. لو انت عملتها خلاص حل بقى اي مساله، مفيش اي مشكله هتقابلك يعني. اللي بعده هنا بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك لو انا عايز احسب الاوزمول بتاع اي سوليوشن، فبيقول لك انا هديك يعني، وهو مديني كميه معينه، خلاص وليكن 5 جرام 6 جرام، فبيقول لك هتحسب ازاي؟ طبق القانون دوت، الكونسنتريشن اوف سبستانس بالجرام بير لتر على الموليكولار ويت بالجرام، اضرب في النمبر اوف سبيشيز اضرب في 1000. خلاص يبقى ده هيجيب لك كام ملي اوزمول بير لتر. يعني كانه بيقول لي ايه؟ بيقول لي شفت انت العلاقه اللي انت جبتها دي اهي، خلينا نكتبها هنا. انا عندي 58.5 ملي جرام، حلو كده، لكل ايه 2 ملي اوزمول. مش انا جبت العلاقه دي انا هستخدمها في المسائل. فهستخدمها ازاي؟ هقول مثلا يعني بيقول لي انت نفترض ان انت عندك كميه من الصوديوم كلورايد موجوده في السوليوشن بتاعك، وليكن مثلا 5 جرام في اللتر، يبقى انا عندي 5 جرام بير لتر. فبيقول لك بقى ايه؟ احسب لي بقى هو ده يكافئ كام اوزمول ملي اوزمول بير لتر. فالموضوع سهل جدا. انا عندي طالما دي 5 جرام بير لتر، يعني معناها 5000 ملي جرام بير لتر، صح كده؟ وانا عندي من العلاقه ديت بيقول ايه؟ بيقول ان ال2 ملي اوزمول ايكويفالنت لايه؟ ل 58.5 ملي جرام. طب انا عندي كام ملي جرام؟ انا عندي 5000 ملي جرام، يبقى ده ايكويفالنت لاكس ملي اوزمول، وهو ده اللي هو عايز ايه؟ عايز يعرفه. حلو جدا. لما اجي احسب بقى تطلع الاكس بكام؟ هلاقي نفسي ضربت ال 5000 في 2 على 58.5. لو انت ركزت معايا في الشكل ده، في البروبورشن البسيط ده، هتلاقي هو نفسه القانون اللي فوق. الاكس ملي اوزمول اللي هو عايز يحسبها اللي هي دي. الخمسة دي هي ال5 جرام بير لتر، صح كده؟ اهي 5 جرام بير لتر، كأني حطيت ال5 هنا. ال1000 اللي اتضربت فيها عشان احول من جرام لايه؟ لملي جرام، فادي ال1000 اللي هي هنا. يبقى كأن ال5 دي وال1000 اهي جمعتهم هنا. النمبر اوف سبيشيز اللي هم الاثنين، لان انا عندي انا حاسبها ان هي 2 ملي اوزمول. ليه؟ لان ده صوديوم كلورايد بينقسم الى 2 ايونز، فادي الاثنين اهي. حلو كده. فاضل لي ايه؟ الموليكولار ويت تحت،
ادي الموليكولار ويت تحت اللي هي ال 58.5، ما هو ده الموليكولار ويت بتاع الصوديوم كلورايد. يبقى هتلاقي هو القانون ده بالظبط هو نفس الايه، بس بيقول لك بدل ما انت تقعد بقى ايه تعمل البروبورشن على كذا مره، انا بديك القانون ده، حط بس الحاجات سكنها، هتلاقي نفسك حليت المساله في خطوه واحده. تمام؟ بس انا حبيت اشرح لك القانون ده جه ازاي او جه منين. هي نفس العلاقه اللي مفتاح الحل اللي هي دي، خلاص منها بتبدا تشتغل وتحل. هتلاقي نفسك ان انت اوريدي بتطبق القانون اللي هو حاطه لك. عايز تحط القانون قدامك وتحط فيه القيم اللي عندك وتحل مباشره، اتس اب تو يو. خلاص، يبقى دي طريقه ودي طريقه. كأن القانون ده برضو عامل زي الايه الدايمنشن اناليسيس، بيحلها في خطوه واحده. طيب لما اجي بقى احسب، بيقول لك لو انت عايز تحسب التوتال اوزمولاريتي اوف الكترولايت سوليوشن، يعني السوليوشن ده فيه كذا ماده، في صوديوم كلورايد وفي بوتاسيوم كلورايد وفي امونيوم اسيتيت وفي مش عارف ايه، فبيقول لك نفس الكلام، هتحسب الاوزمولاريتي او كام ملي اوزمول بير لتر لكل ماده منهم، والتوتال اوزمولاريتي بتاعت السوليوشن هي حاصل جمع كل الانديفيدوال فاليوز اللي انت بتطلعها، وبكده يبقى انت جبت الايه التوتال اوزمولاريتي بتاع اي الكترولايت سوليوشن. احلى حاجه هتفهمك الكلم دوت ان احنا نحل مسائل دلوقتي مع بعض عشان ايه نقفل الايه الجزء دوت. طيب بيقول لك انت عندك سوليوشن يحتوي على 10% انهيدرس ديكستروز ان ووتر فور انجكشن، 10% يعني منها 10 جرام لكل ايه 100 ملي. How many milli osmol per liter are represented by this concentration؟ علما بان المولكيولار ويت بيساوي 180 وده doesn't dissociate، فالنمبر اوف سبيشيز بواحد. فهنا انا ممكن اطبق مباشره القانون اللي احنا لسه واخدينه، اللي هو بيقول لي ايه، بيقول لي الملي اوزمول دوت بيساوي الكونسنتريشن جرام بير لتر على المولكيولار ويت، الكلام ده مضروب في النمبر اوف سبيشيز، الكلام ده مضروب في ايه في 1000. خلاص تعالى كده الكونسنتريشن كام جرام بير لتر، خلي بالك هو بيقول لي 10 جرام لكل 100 ملي. طب انا عايز في اللتر يعني في ال1000 ملي، يعني هضرب في 10 فهتبقى ايه، هتبقى دي 100، يبقى 100 جرام بير لتر. المولكيولار ويت هو مديهوني كام 180. النمبر اوف سبيشيز كام 1 عشان ده ايه نون الكترولايت مش بيحصل له عمليه تأين فبواحد، و1000 عشان اطلع الكلام ده ايه بالملي جرام، لان انا بحسب ملي اوزمول فيبقى لازم الويت بالايه بالملي جرام. حاجه احسب بقى الكلام ده كله يطلع 555.56 ملي اوزمول بير لتر. سيمبل. المثال اللي بعده بيقول انت عندك سوليوشن بيحتوي على 156 ملي جرام اوف بوتاسيوم اينز بير 100 ملي، يبقى هو 156 ملي جرام لكل 100 ملي. فبيقول لي how many milli osmoles represented in a liter of solution. نفس المثال السابق، جايب لي المولكيولار ويت بتاع الايه البوتاسيوم عباره عن 39، النمبر اوف سبيشيز ب1. هنا طبعا بيتكلم على البوتاسيوم اين لوحدها، ما قاليش بوتاسيوم كلورايد، ما قاليش بوتاسيوم مش عارف ايه، لان لو قال لي بوتاسيوم كلورايد يبقى هنا في 2 سبيشيز، فهو واخد البوتاسيوم لوحده خلاص، فعشان كده النمبر اوف سبيشيز هنا ايه 1. طيب نفس الكلام هنطبق القانون السابق، يبقى الملي اوزمول انا هكتب بقى القانون على طول او الحل على طول، بيساوي طبعا هنا بحط الكميه، هي المفروض الكميه in terms of جرام لكل ايه لتر، فدي عباره عن ايه، عباره عن 0.156 جرام لكل 100 ملي، بس انا عايز في اللتر في ال1000 ملي، يعني اضرب في 10 فهتبقى 1.56، يبقى احط هنا 1.56 جرام بير لتر على المولكيولار ويت اللي هو كام 39. هنا طبعا الاتوميك ويت يعني، والسبيشيز بواحد، وهنا في 1000 يطلع الكلام ده 40 ملي اوزمول بير لتر. المثال رقم 3 بيقول لي احسب الاوزمولاريتي of 3% hypertonic sodium chloride solution assume complete dissociation، والمولكيولار ويت بتاعه بيساوي كذا والنمبر اوف سبيشيز بتساوي كذا. فانا عارف ان 3% معناها 3 جرام لكل 100 ملي، يعني في اللتر عباره عن ايه، عباره عن 30 جرام بير لتر. خلاص لان في ضربت في 10، فنفس الكلام الاوزمولاريتي اللي هو الملي اوزمول بيساوي ايه، بيساوي ال 30 على المولكيولار ويت اللي هي 58.5، هضرب في النمبر اوف سبيشيز اللي هو 2 وفي 1000 عشان احول للملي جرام، تطلع الرقم ده بيساوي 1025.64 ملي اوزمول بير لتر. المثال اللي بعده تقريبا شبهه بالظبط مع اختلاف حته بسيطه جدا، ان هو بيقول لي هاو ماني ملي اوزمولز، خلي بالك
ملي اوزمولز ان 10 ملي فايل. يعني هو هنا مش عايز بير لتر، هو عايز في 10 ملي فايل. فانت ممكن احسبها بالقانون عادي جدا واطلعها بير لتر، وبعدين اجيب في ال 10 ملي قد ايه. فخلينا نمشي بنفس الطريقه اللي كنا ماشيين بيها. يبقى الملي اوزمول هنا بيساوي ايه؟ اذا كان هو 10% سوليوشن يعني 10 جرام لكل 100 ملي، يعني في اللتر عباره عن 100 جرام لكل 1 لتر. فسيمبلي ممكن اعمل ايه؟ يبقى هنا بحط ال 100 جرام اهي على ال 147 في السبيشيز اللي هي ب3، لان ده كالسيوم كلورايد، يعني كالسيوم و2 ايونز اوف كلورايد في 1000. خلاص طبعا ده جرام بير لتر. احسب الكلام دوت يطلع 2040.82 ملي اوزمول بير لتر. بير لتر يعني ايه؟ يعني بير 1000 ملي. طب هو عايز في الايه؟ في ال 10 ملي، يعني كاني قسمت على 100. فممكن اقسم دي على 100 هتطلع 20.4082، وده يبقى ملي اوزمول بير 10 ملي. طب يا دكتور هو ممكن من الاول نحسبها على 10 ملي؟ ممكن من الاول نحسبها على 10 ملي. ازاي؟ مش هو بيقول لك دي 10 جرام بير 100 ملي؟ خلاص يبقى كام جرام لكل ايه؟ لكل 10 ملي. خلاص يعني ال 10 جرام ديت المفروض انها لكل 100 ملي. ده جبته منين؟ من التعريف اللي هو بيقول لي 10%. طيب في ال 10 ملي المفروض قد ايه؟ يبقى ال 10 ملي هنا المفروض يبقى فيهم 1 جرام. يبقى انا بدل ما اعوض هنا يبقى هقول بالجرام بير لتر، لا يبقى 1 دوت وعباره عن ده جرام لكل 10 ملي، وهو ده اللي هو عايزه اصلا، فمره واحده على طول. وهقسم بقى على 147 وبرضه هضرب في 3 وبرضه هضرب في ايه؟ في 1000. خلاص هيطلع الناتج ده كله برضه بيساوي ايه؟ 20.482 ملي اوزمول، بس لكل ايه؟ لكل 10 ملي، مش لكل ايه؟ مش لكل لتر. تمام كده؟ يبقى ممكن الطريقه دي والطريقه دي، انا بس شرحتها لك بالطريقه العاديه عشان لما اجي اعمل التعديل تبقى انت فاهم انا عملت ايه. طيب هنا بيقول لك الصيدلي عايز يحضر 100 ملي اوف سوليوشن containing 50 ملي اوزمول of calcium chloride. فبيقول لك هو هيحتاج how many grams of calcium chloride would be needed، وحصل complete dissociation. فبيقول لي المولكيولار ويت بتاعه بيساوي 111 والنمبر اوف سبيشيز بيساوي 3. هل هنا ممكن نطبق القانون؟ ممكن نطبق القانون بتاعنا عادي جدا. فبيقول لي هنا الاوزمول او الملي اوزمول يعني بير لتر بيساوي ايه؟ بيساوي النمبر اوف جرامز بير لتر على المولكيولار ويت في النمبر اوف سبيشيز اللي هو 3 في 1000. صح كده؟ طيب كل مره كان هو بيديني كام جرام بير لتر، او انا بجيبها حتى عشان احسب الملي اوزمول بير لتر. بس المره دي قال لي لا، قال لي والله ده انت بقى ايه؟ انت عندك انا مديك ديت وعايز ايه؟ عايز كام جرام. بس خلي بالك هو هنا بيقول لي if a pharmacist wish to prepare 100 ملي مش لتر، 100 ملي containing 50 ملي اوزمول اوف صوديوم كلورايد. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو هيحضر ايه؟ 50 ملي اوزمول لكل 100 ملي. حلو؟ انا قدامي حاجه من الاثنين. فانا هنا ممكن اقول ايه؟ اقول الملي اوزمول لكل 100 ملي. خلاص مش لكل لتر. وبالتالي هنا هيجيب لي الجرام لكل 100 ملي. طب هو ده اللي هو عايزه فعلا؟ هو عايز كام جرام؟ how many grams of sodium chloride would be needed، لانه هيحضر 100 ملي بس. خلاص فبس يبقى ده توصيف يعني مش اكتر. فدي اكس اماونت، ودي كميه الكام ملي اوزمول بير 100 ملي هشيلها واحط الايه؟ ال 50 ملي اوزمول، لان هو كان حاطط 50 ملي اوزمول. والمولكيولار ويت اللي هو 111 هضرب في 3 هضرب في 1000. طبعا الاكس هي دي اللي مجهوله. خلاص كام جرام لكل 100 ملي؟ فبالتالي ايه؟ بالتالي هتبقى دي 50 ضرب ال 111، والثلاثه دي تنزل تحت هنا، ترجع الناحيه الثانيه تنزل تحت، وال1000 تنزل تحت، وده هيديني الاكس جرام اللي انا محتاجهم. تطلع الاكس دي لما احسبها 1.85 جرام. يبقى دي كده طريقه الحل ايه؟ بمنتهى البساطه. طيب يا دكتور لو انا مش عايز استخدم القانون وعايز استخدم بطريقه البروبورشن العادي اللي احنا كنا بنشتغل بيها، يعني القانون ده يعني هو سهل وممكن ان انا اعوض فيه، بس انا عايز اشتغل بالطريقه العاديه اللي هي البروبورشن والتنسيب العادي، الطريقه المنطقيه اللي احنا كنا بنشتغل بيها. خليني كده ايه؟ امسح لك، خليني ناخد الكلام ده امسحه ونحل بالطريقه العاديه. طب الطريقه العاديه بتقول ايه؟ الطريقه العاديه ان انا بقول ان انا عندي ال1 ملي اوزمول هنا سوري ال3 ملي اوزمول بيساووا المولكيولار ويت اللي هو ال 111 ملي جرام. صح كده؟ مش احنا قلنا دي العلاقه الاساسيه؟ لان انا عندي السبيشيز دي عباره عن ايه؟ عباره عن 3 يبقى ال1 ملي مول
بيساوي ال3 ملي اوزمول بيساوي المولكيولر ويت الملي جرام اللي هو 111 ملي جرام. فدي العلاقه اللي انا هنطلق منها. حلو جدا. بيقول لي بقى انت عندك ايه؟ انت عندك 50 ملي اوزمول اوف كالسيوم كلورايد. 50 ملي اوزمول يعني انا لو حطيت ال 50 ملي اوزمول هنا يبقى دول ايكويفالنت لكام ملي جرام؟ اكس ملي جرام. تطلع الاكس دي بتساوي كام؟ بتساوي ال 50 في ال 111 على 3، صح كده؟ اللي هيطلع لي بالملي جرام. جميل. هيطلع 1850 ملي جرام. يبقى انا جبت الكميه كده بالايه؟ بالملي جرام. طب هو عايزها بالملي جرام ولا بالجرام؟ عايزها بالجرام، يبقى هقسم على 1000. هقسم دي ديفايدد 1000 تطلع 1.85 جرام. خلاص اسمبل ازات. يبقى يا اما تطبق القانون اللي هو حاطه لك، يا اما تعمل طريقه البروبورشن العادي. برضو حليت لك بيها عشان تبقى انت عارف كل الطرق تؤدي الى ايه؟ الى روما. حلو قوي. طيب المثال رقم 6 هنا بيقول لي what is the osmolarity of solution containing 5% dextrose و 0.45% sodium chloride assume complete dissociation. يعني بيحصل لهم complete dissociation. هنا اللي انا كنت كلمتكم عليه قبل كده ان ايه؟ ان انا بجيب لكل واحد الاوزمولاريتي بتاعته بتكافئ قد ايه، وبعدين بجمعهم على بعض فيديني التوتال اوزمولاريتي بتاع السوليوشن. فانا عندي نطبق القانون. ادي اول واحد اللي هو 5 جرام لكل 100 ملي، يعني كام في اللتر؟ عباره عن 50 جرام بير لتر. يبقى انا عندي الملي اوزمول احسبه بقى لاول واحد اللي هو الدكستروز. الملي اوزمول بير لتر بيساوي التركيز بتاعه او الكميه بتاعته اللي هي 50 وهنا جرام بير لتر على المولكيولر ويت بتاع الدكستروز. عارفين ان هو 180. السبيشيز بتاعته عارفين انها بواحد لان ده عباره عن ايه؟ نون الكترولايت. وهضرب فيه ال1000 زي ما اتعودنا. هتطلع النتيجه بتساوي 277.78 ملي اوزمول بير لتر. تمام. بالنسبه للصوديوم كلورايد اللي هو عباره عن 0.45% يعني 0.45 جرام لكل 100 ملي. امال في اللتر هتبقى قد ايه بير لتر؟ هضرب في 10 هتبقى 4.5 جرام. يبقى الملي اوزمول هنا بتاع الصوديوم بير لتر طبعا بيساوي 4.5 جرام بير لتر على المولكيولر ويت اللي هي 58.5. طبعا ده صوديوم كلورايد يعني السبيشيز ب2 لان بينقسم الى صوديوم وكلورايد. وهضرب فيه 1000 هيطلع النتيجه بتاعته بتساوي 153.85 ملي اوزمول بير لتر. طبعا التوتال بقى اوزمولاريتي اني بجمع الاثنين دول على بعض فيطلع التوتال بتاعهم بيساوي 431.62 ملي اوزمول بير لتر. تمام كده. السؤال رقم 7 معانا بيقول لي انك عندك بلازما لايت 56 اسمها كده، اسم المستحضر كده contains 32 ملي جرام اوف مغنيسيوم اسيتيت تتراهيدريت. فيبقى انا عندي 32 ملي جرام مغنيسيوم اسيتيت تتراهيدريت، وعندي 128 ملي جرام من البوتاسيوم اسيتيت، وعندي 234 ملي جرام من الصوديوم كلورايد. خلاص كل ده موجود في ايه؟ في 100 ملي سوليوشن. يعني الكلام ده كله موجود في 100 ملي من السوليوشن. فنفس الكلام بيقول لي what is the osmolarity of this solution، واعتبر ان كلهم بيحصل لهم complete dissociation. هي نفس الطريقه بالظبط. انا هحسب الاوزمولاريتي او الملي اوزمول لكل واحده منهم وبعدين احسب التوتال بتاعهم. بس هنا خلي بالك هو بيقول لك الكميات دي موجوده في ايه؟ في ال 100 ملي سوليوشن. فبالتالي انا عايز احسب التوتال اوزمولاريتي يعني التوتال ملي اوزمول بير لتر. يبقى لازم الكلام ده في اللتر هيبقى بكام؟ يعني كاني بضرب في 10 فهضرب دي في 10 هضرب دي في 10 هضرب دي في 10 عشان يبقى كده جبت الكميات بالايه؟ بير لتر. خلاص انا ممكن ايه عايز احولها للجرام عشان تبقى بشكل القانون اللي احنا متعودين عليه. فهتبقى دي 0.32 جرام ودي هتبقى 1.28 جرام ودي هتبقى 2.34 جرام. حلو كده. يبقى هاخد بقى الكميات ديت واعوض بالقانون بتاعي. فانا عندي الملي اوزمول لاول واحده اللي هو المغنيسيوم اسيتيت عباره عن ايه؟ عباره عن ال 0.32 لان ده الجرام بير لتر. خلاص على المولكيولر ويت بتاعه. المفروض المولكيولر ويت بتاع المغنيسيوم اسيتيت 214. هضرب في السبيشيز. طبعا المغنيسيوم اسيتيت المغنيسيوم 2 بوزيتيف يعني هو اصلا بياخد 2 ايونز معاه. فلما يتقسموا هيبقوا 3 ايونز. هضرب فيه 3 وهنا هضرب فيه 1000 زي ما اتعودنا. يطلع الملي اوزمول هنا بيساوي
4.49 ملي اوزمول بير لتر. ده خلصت اول واحد. اللي بعده اللي هو البوتاسيوم اسيتيت هيساوي ال 1.28 اللي هي جرام بير لتر. هقسمه على الموليكولار ريت بتاعه بتاع البوتاسيوم اسيتيت اللي هو عبارة عن 98. هضرب فيه 2 لان هو 2 سبيشيز بس، وهضرب فيه 1000. هيطلع الكلام ده بيساوي 26.12 ملي اوزمول بير لتر. فاضل لي اخر حاجة اللي هو الصوديوم كلورايد، فيبقى الملي اوزمول بتاعه بيساوي 2.34 اللي هي جرام بير لتر على الموليكولار ريت بتاعه اللي هي 58.5. هضرب في 2 لان ده 2 سبيشيز وفي 1000. يطلع الكلام ده بيساوي 80 ملي اوزمول بير لتر. لما اجمع ديت زائد ديت زائد ديت هيديني التوتال اوزمولاريتي بتاع السوليوشن. التوتال اوزمولاريتي بتساوي مجموع الثلاث قيم دول اللي هي بتساوي 110.61 ملي اوزمول بير لتر. طيب اخلي بالك نقطة مهمة جدا برضو عشان ما انساش ان انا ما اقولكش عليها. الاوزمولاريتي في حاجة تانية زيها اسمها الاوزمولاليتي، يعني 2L مفيش R بقى، مش اوزمولاريتي، اوزمولاليتي. طب الفرق بينهم ايه؟ دي بيحسب لك كام ملي اوزمول بير لتر، والتانية بيحسب لك كام ملي اوزمول بير كي جي، بير كيلو جرام. فلو انا شغال ويت بير ويت يعني بحسب كله كام في 1000 ملي جرام من الووتر او 1000 جرام من الووتر او 1 كي جي من الووتر، شغال بالكيلو جرام هيطلع لي حاجه اسمها الاوزمولاليتي. خلاص لو انا شغال بير لتر يبقى هيطلع لي حاجه اسمها الاوزمولاريتي. هي بس اختلاف في الاكسبريشن لكن طريقه الحساب موستلي ذا سيم يعني. طيب المثال رقم 8 هنا بيقول لي احسب لي calculate الملي equivalent of صوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والملي مولز of anhydrous dextrose والosmolarity of the following parenteral fluid assume complete dissociation. خلي بالك هنا عايز يحسب ايه؟ كذا حاجه بقى بيلم في الاكزامبل ده اللي احنا كنا خدناه المحاضره اللي فاتت اللي هي الملي ايكويفالنت والحاجات دي كلها. فهنا بيقول لي انت اول حاجه عايز الملي ايكويفالنت بتاعت الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. طيب هنا بيقول لي انت عندك ديكستروز عباره عن 50 جرام في اللتر اللي هي 1000 ملي، والصوديوم كلورايد عباره عن 4.5 جرام، والبوتاسيوم كلورايد عباره عن 1.49 جرام في اللتر. حلو كده. طيب نبدا اول حاجه، هو عايز الملي ايكويفالنت. هو تعريف الملي ايكويفالنت ايه؟ ال1 ملي ايكويفالنت من اي ماده بيساوي الموليكولار ويت على على الفالنسي بتاعها. طيب تعالى هنا لو احنا خدنا اول واحده اللي هي الصوديوم، خلاص الصوديوم كلورايد، فالموليكولار ويت بتاعها 58.5 على الفالنسي اللي هي ب1 يعني اللي هي 58.5 ملي جرام. يبقى انا عارف ال1 ملي ايكويفالنت بيساوي 58.5 ملي جرام. طيب انا عندي قد ايه من الصوديوم كلورايد؟ 4.5 جرام اللي هي كام ملي جرام؟ عباره عن 4500 ملي جرام. يبقى احط هنا 4500 ملي جرام. يبقى دول ايكويفالنت لايه؟ لاكس ملي ايكويفالنت، او دول بيكافئوا كام ملي ايكويفالنت؟ هتطلع الاكس دي بتساوي ال 4500 في 1 على 58.5 تطلع بتساوي 76.92 ملي ايكويفالنت. جميل. طيب ال 76.92 ملي ايكويفالنت معناها ان ايه؟ 76.92 من الصوديوم و 76.92 من من الكلورايد. خلاص تمام. نيجي للجزء الثاني اللي هو بيقول لي البوتاسيوم قد ايه. فنفس الكلام اللي احنا طبقناه هنا، يبقى ال1 ملي ايكويفالنت من البوتاسيوم كلورايد بيساوي الموليكولار ويت على الفالنسي. الموليكولار ويت هنا بيساوي كام؟ 74.5 على الفالنسي اللي هي بواحد، فبرضه بيساوي 74.5 ملي جرام. طب انا عندي منه قد ايه؟ البوتاسيوم عباره عن 1.49 جرام اللي هو بالملي جرام عباره عن 1490 ملي جرام. فاحط هنا ال 1490 ملي جرام، يبقى ده بيساوي كام ملي ايكويفالنت؟ تطلع الملي ايكويفالنت هنا بتساوي الحسبه بقى على طول 20 ملي ايكويفالنت من البوتاسيوم
كلورايد. يعني معناها 20 ملي ايكويفالنت من البوتاسيوم و20 ملي ايكويفالنت من الايه من الكلورايد. لو انا حبيت اجمع الكلورايد يبقى هاخد الكلورايد اللي هنا مع ال20 اللي هنا، هيبقى عباره عن ايه 96.92 ده الكلورايد، الصوديوم عباره عن 76.92، البوتاسيوم عباره عن ال20 ملي ايكويفالنت اللي هم طلعوا له. تمام. طيب بيقول لي بعد كده احسب لي الملي مولز اوف انهيدرس ديكستروز عباره عن ايه. الملي مولز بتاعت الانهيدرس ديكستروز. طيب الانهيدرس ديكستروز عباره عن هو 50 جرام في ال1000 ملي. طيب فاكرين تعريف الملي مول؟ الجزء بقى اللي شرحناه في المحاضرة دي في أول المحاضرة. ال1 ملي مول من أي مادة، مش ملي أوزمول، ملي مول بيساوي إيه؟ بيساوي الموليكولار ويت بالملي جرام. يعني دي بتساوي 180 ملي جرام. جميل. هو عندي قد إيه هنا؟ عندي 50 جرام اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 50,000 ملي جرام، صح؟ يبقى أنا لو حطيت هنا 50,000 ملي جرام فدول ايكويفالنت الاكس ملي مول. هتطلع الاكس دي بتساوي ال50,000 في 1 على 180 اللي هي بتساوي 277.7 ملي مول. تمام. يبقى كده انا خلصت ايه؟ خلصت برضو المطلوب دوت. فاضل لي اخر حاجه، بيقول لي الاوزمولاريتي بتاعه السوليوشن ده. هو عايز يعرف الاوزمولاريتي بتاعه السوليوشن ده، ومديني طبعا كل واحد بيساوي قد ايه. طبعا هنا انا هطبق القانون زي ما اتعودنا في الامثله اللي فوق، انا هتعاملها على واحد بس وانت تعمل الايه الباقي. طيب لو انا جيت مثلا خدت اللي هي الايه الدكستروز اللي هي ال 50 جرام، فانا هقول الملي اوزمولز بتاعه بيساوي ايه؟ الملي اوزمولز بير لتر بيساوي ايه؟ بيساوي الكميه بتاعته بير لتر، كام جرام بير لتر. هو مديني كام؟ ان هي 50 جرام في ايه؟ في اللتر اوريدي، فهقول 50 اللي هي جرام بير لتر. حلو. الموليكولار ويت بتاعه كام؟ اللي هو 180. السبيشيز بتاعته كام؟ 1 لان ده نون الكترولايت. وهضرب في ايه؟ هضرب في ال1000. هيطلع الملي اوزمول بتاعه بيساوي كام؟ هتطلع بتساوي 277.7 ملي اوزمول بير لتر. طبعا نفس اللي انت عملته مع الملي اوزمول دوت هنعمله مع الدكستروز، هنعمله مع الصوديوم كلورايد. فلو جيت خدت الصوديوم كلورايد بس، كل اللي هعمله ان بدل ال50 دي هتبقى 4.5. وطبعا الموليكولار ويت هنا هيبقى بتاع الايه؟ بتاع الصوديوم كلورايد، صح؟ هيبقى اللي هو ايه 58.5. طيب هو 2 سبيشيز ولا 1 سبيشيز؟ لا هو 2 سبيشيز لان ده بيحصل له ايونايزيشن انتو 2 اينز، فهيبقى هنا مضروبه في 2. هحسب بعد كده الايه الملي اوزمول بتاعه يطلع بكام. نفس الكلام هعمله مع البوتاسيوم كلورايد، اجمع الثلاثه مع بعض هيديني التوتال اوزمولاريتي بتاعه الايه بتاعه السوليوشن. المفروض لو انت عشان تشيك على الحل بتاعك التوتال اوزمولاريتي هنا هتطلع بتساوي 471.62 ملي اوزمول بير لتر. يبقى كده خلصنا الجزء الايه الاوسمولاريتي وفهمناه كويس جدا. باقي عندنا بس حاجه بسيطه خالص. طبعا ده الجزء ده نظري، يعني انا ممكن اسيبك ان انت ايه تقراه كده مع نفسك. خلاص هو بيتكلم طبعا على حته ان الايه الووتر في داخل جسمنا والالكترولايت بالانس ده بيبقى حاجه مهمه جدا جدا في عمليه الايه التمثيل الغذائي، عمليه مينتيننج ان السيلز تبقى في حاله من الهايدريشن وفي تناسب ما بين الاوزمولاريتي بتاعه السيل الفلويد اللي موجود داخل السيل واللي موجود بره السيل اللي هو الانتراسيلولار فلويد والاكسترا سيلولار فلويد، عشان طبعا البالانس اللي موجود دوت هو اللي بيحافظ على ان السيل تفضل بحجمها الطبيعي، لا يحصل لها شرينكج وتموت ولا يحصل لها سويلنج وتنتفخ لغايه درجه انها يحصل لها رابشر او تنفجر وكده. ودي من نعمه ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا كل ما نتفكر في الحاجات دي تزيدنا ايمان بقدره الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما يبقى في حد يعني لا يتامل في الاشياء ديت وازاي تفاعل على مستوى الخليه وعمليه التنظيم اللي انت اصلا كبشر لا تتحكم فيها، انت كانسان لا تتحكم فيما يحدث داخل جسمك، ولكن هو منظم وعارف هيعمل ايه. عندك الكدني لو لقيت كميه الوتر زياده يحصل عمليه تصريف عشان ايه؟ عشان تمنتين البالانس دوت. لو حصل لوس للالكترولايت بتاعتك مثلا عن طريق ان حصل فوميتنج، حصل دايريه، حصل وات ايفر تروما ولا اي حاجه حصلت لك كده، هتلاقي الجسم يبدا ان ايه يحصل فيه ميكانيزم وفي هرمونات بتفرز واندوكراين جلاندز بتشتغل عشان تحافظ على التوازن اللي جسمك فيه، ويبدا يحصل نوع من الايه الجسم
الجسم كانه بيقاوم او بيأدابت عشان يقاوم اللوس اللي بيحصل دوت. فلازم يحصل عمليه البالانس ديت على الايه الليفل اوف انتراسيلولار فلويد اللي هو داخل الخليه، والاكسترا سيلولار فلويد اللي هو خارج الخليه. الاكسترا سيلولار فلويد بينقسم الى تو بورشن، الجزء اللي هو في الانترافاسكولار اللي هو موجود في الاوعيه الدمويه فده كله فلويد، والجزء اللي هو انترستيشال اللي هو ما بين السيلز وبعضها، فهو مش داخل السيل، هو ما بين السيلز وبعضها، فكل ده بقول عليه اكسترا سيلولار فلويد، ولازم يحصل التوازن ده زي ما احنا زي ما قلنا. طيب طالما انا بقول الاكسترا سيلولار فلويد والانترا سيلولار فلويد المفروض ان هم في بالانس بينهم وبين بعض، يبقى بالتالي لو انا جيت اقيس البلازما اوزمولاريتي المفروض ان هي بتعبر عن الاوزمولاريتي ليفل اللي موجود داخل داخل السيلز، لان الووتر بتتحرك فريلي ان اند اوت اوف ذا سيل، فبالتالي انا ما عنديش مشكله خالص ان الووتر بتتحرك فريلي، وبالتالي عمليه البالانس ده بيحصل. فانا لو قست الاوزمولاريتي اللي موجوده في البلازما هعرف بالظبط ان اللي موجود في السيل قد ايه. طبعا بيبقى في فرق صغير جدا ما بينهم لكن مش الفرق الكبير، وده اللي بقدر ان انا احكم بيه على الاوزمولاريتي اللي داخل السيل. وعشان كده قال لك هنا في قانون بيطبق مباشره، بيقول لك ان البلازما اوزمولاريتي الملي اوزمول بير كي جي بيساوي ال2 مضروبه في البلازما صوديوم، كميه الصوديوم اللي موجود في البلازما، بلس البلاد يوريا نيتروجين على 2.8 بلس الجلوكوز الاماونت اوف جلوكوز كونسنتريشن خلاص على 18. طبعا البلاد يوريا نيتروجين والجلوكوز بيقيسوهم بالملي جرام بير ملي لتر. فطبعا دي قانون بيطبق، مش عليك ان انت تشغل بالك هو جاء ازاي القانون ده الديريفيشن بتاعه، لكن اهم حاجه بيقول لك لو انت مثلا جينا تطبيق مباشر على القانون بيقول لك استيميت البلازما اوزمولاريتي من الفولوينج داتا، فبيقول لك الصوديوم تركيزه 135 ملي ايكويفالنت بير لتر، فبتحط ال 135 طبعا مضروبه في 2، وعندي البلاد يوريا نيتروجين عباره عن 14 ملي جرام بير ديسيليتر، والجلوكوز 90 ملي جرام بير ديسيليتر، دي بقسمها على 18، دي بقسمها على 2.8، الكلام ده كله بيساوي 280 ملي اوزمول بير كي جي. ودي طبعا التعبير عن الاوزمولاريتي بتاعه البلازما اللي هي زي ما قلنا قريبه جدا اولموست بتساوي الاوزمولاريتي اللي هي موجوده داخل السيل. تمام، فدي كده عشان نعبر عن الاوزمولاريتي داخل الجسم. طيب نيجي لاخر نقطه معانا هنا اللي هي او اخر مساله معانا اللي هي الكيس بوينت 12.3. بيقول لك ان الهوسبيتال فارماسيست فيلز ميديكيشن اوردر كولينج فور ان انترافينوس فلويد اوف 5% ديكستروز 0.9% صوديوم كلورايد and 40 ملي equivalent of potassium chloride in a total volume of 1000 مليلتر. فالتحضيره بتاعته كالاتي، يبقى ادي ديكستروز 5%، صوديوم كلورايد 0.9%، البوتاسيوم كلورايد عباره عن 40 ملي equivalent. فبيقول لك الانترافينوس infusion is administered through intravenous set that delivers 15 drops per milliliter، فهو بياخد 15 drops كل ملي او في الملي الواحد. يعني الانفيوجن has been running at a rate of 12 drops per minute يعني هو بياخد 12 drops في الدقيقة for 15 hours، وقعد ياخد الكلام ده لمدة 15 ساعة 15 hours. حلو قوي. فبيقول لك during بقى ال 15 hours خلال المدة دي كلها احسب لي how many milli equivalent of potassium chloride has been administered. هو خد كام ملي equivalent من البوتاسيوم كلورايد؟ تمام. طيب حلو جدا. طبعا الكلام ده في التحضير ده كله احنا قلنا في في 1000 ملي. هو عايز يعرف ال 15 ساعة خد كام ملي equivalent من البوتاسيوم كلورايد. بسيطة جدا، هو ال 15 ساعة المفروض خد قد ايه؟ خلاص هو بياخد 12 دروبس لكل لكل مينيت. تعال نحسب هو خد كام دروب في ال 15 ساعة. فانا عندي 12 دروبس في الدقيقة الواحدة. طيب عايز اجيب في الساعة هعمل ايه؟ هضرب في 60. طيب عايز اجيب في ال 15 ساعة هضرب في 15 تطلع 10800 دروبس. يبقى ده كل الدروبس اللي وصلت للبيشنت. عايز اعرف الدروبس دول ان ترمز اوف ملي لتر قد ايه. فانا عندي مش هنا بيقول لي 15 دروبس لكل ملي، يبقى انا عندي ال1 ملي لتر ايكويفالنت ل 15 دروبس. طيب انا عندي 10800 دروبس دول ايكويفالنت الاكس ملي لتر، يطلع الاكس دي بتساوي 720 ملي لتر. يبقى انا عرفت ان البيشنت خد 720 ملي. تعالى بقى هجاوب على اول سؤال اللي هو هاو ماني ملي ايكويفالنت اوف بوتاسيوم كلورايد هاف بين ادمنسترد. طيب انا عندي البوتاسيوم كلورايد موجودين عباره عن ايه؟ عباره عن 40 ملي ايكويفالنت في ال1000 ملي كلهم، صح؟ اللي هي التحضيره كلها. هو خد منها قد ايه؟ هو خد منها قد ايه؟ خد 720 بس.
720 ملي اللي هو اللي خدهم خلال ال 15 ساعه، فدول ايكويفالنت لاكس ملي ايكويفالنت. خلاص، يبقى الاكس دي بتطلع بكام؟ 720 في 40 على 100 تطلع 28.8 ملي ايكويفالنت. يبقى انا كده جاوبت على ايه؟ على اول سؤال. السؤال اللي بعده بيقول لي how many grams of KCl have been administered، يعني هو خد كام جرام؟ يعني كانه بيقول لي ال 28.8 ملي ايكويفالنت حولها لي لجرام. طيب انا عارف ان ال 1 ملي ايكويفالنت، ال 1 ملي ايكويفالنت بيساوي ايه؟ بيساوي المولكيولر ويت على الفالنسي. المولكيولر ويت بتاع البوتاسيوم كلورايد عباره عن ايه؟ اللي هو 74.5 والفالنسي بواحد، يعني 74.5 ايه؟ ملي جرام. جميل. هو خد قد ايه؟ خد 28.8 ملي ايكويفالنت، فدول بيساووا اكس ملي جرام. هعمل الكروس مالتيبليكيشن بتاعتي، يبقى الاكس دي بتساوي 2145.6 ايه؟ ملي جرام. هو السؤال كان بيقول لي ايه؟ هاو ميني جرامز، يبقى هو عايزها بالجرام، فهعمل ايه هنا؟ هقسم على 1000 تطلع 2.1456 جرام. خلاص، يبقى انا كده جاوبت على المطلوب الثاني. يبقى دي خلاص ودي خلاص. how many millimoles of potassium chloride have been administered، عايز برضو يعبر عنها بالملي مولز. طيب انا عارف ان ال1 ملي مول، ال1 ملي مول بيساوي ايه؟ بيساوي المولكيولر ويت بالملي جرام اللي هو 74.5 ملي جرام. طيب دي كانت بتساوي قد ايه؟ اللي هي الكميه اللي خدها بالملي جرام اللي هي 2145.6 ملي جرام، يعني دي بتساوي كام ملي مول؟ اكس ملي مول. تطلع الاكس دي بتساوي كام؟ بتساوي 28.8 ملي مول. يبقى انا برضو كده عبرت عنها بالايه؟ بالملي مولز. يبقى عبرت عنها بالملي مولز، عبرت عنها بالملي ايكويفالنت، عبرت عنها بالايه؟ بالجرامز او زي ما طلب. تمام جدا. بعد كده بيقول لي اخر حاجه عبر عن التوتال اوزمولاريتي اوف ذا انترافينوس فلويد. فالتوتال اوزمولاريتي عشان احسبها لكل واحد، يبقى انا هاجي على اول واحد هنا مثلا عندي اللي هو الدكستروز اللي هو 5%. خلاص، فده عباره عن 5 جرام لكل ايه؟ لكل 100 ملي، يعني في اللتر عباره عن ايه؟ عباره عن 50 جرام. فهعمل الملي اوزمول هنا اهو بيساوي ال 50 على المولكيولر ويت بتاعه اللي هو 180. طبعا السبيشيز بواحد وهضرب فيه 1000 تطلع بتساوي قد ايه؟ 277.78 ملي اوزمول. ده كده الدكستروز. نيجي بعد كده اللي بعده عندي اللي هو الصوديوم كلورايد 0.9%. فالصوديوم كلورايد عبارة عن 0.9%، يعني 0.9 جرام لكل 100 ملي، دي جرام، يعني معناها 9 جرام بير لتر. فحاجي الملي اوزمول هنا بيساوي ايه؟ الملي اوزمول بيساوي ادي 9 على ال 58.5 اللي هو المولكيولر ويت بتاع الصوديوم كلورايد. السبيشيز هنا ب2 وهضرب فيه 1000 تطلع الكلام ده بيساوي 307.69 ملي اوزمول بير لتر. فاضل لي ايه؟ فاضل لي هنا البوتاسيوم كلورايد اللي هو كام؟ 40 ملي ايكويفالنت. خلي بالك. طيب ال 40 ملي ايكويفالنت دوت انا عايز احوله. هو ال 40 ملي ايكويفالنت دوت ايكويفالنت لكام ملي جرام؟ طب مش انا عارف ان ال 1 ملي ايكويفالنت بيساوي 74.5 ملي جرام؟ طيب ال 40 ملي ايكويفالنت ده بيساوي قد ايه؟ بيساوي 2980 ملي جرام، اللي هو بيساوي كام بالجرام؟ بيساوي 2.98 جرام. طب ليه جبته بالجرام؟ عشان اطبق القانون بتاع الملي اوزمول. دول ال 2.98 جرام موجودين في الايه؟ موجودين في ال 1000 ملي كلهم، موجودين اوريدي في الليتر. فيبقى انا عندي الملي اوزمول هنا بيساوي ايه بقى؟ بيساوي ال 2.98 اللي هو جرام بير لتر على المولكيولر ويت بتاعه بتاع البوتاسيوم كلورايد، عارفين ان هو ايه؟ 74.5. السبيشيز بتاعته في 2 وبضرب في 1000 تطلع 80 ملي اوزمول بير لتر. يبقى انا كده ممكن احسب بقى التوتال. خلاص، التوتال هنا بيساوي ايه؟ التوتال هنا بيساوي ال 277.78 اللي هي جايه من الدكستروز زائد ال 307.69 اللي هي جايه من الصوديوم كلورايد زائد ال 80 اللي هي جايه من البوتاسيوم كلورايد. يطلع التوتال اوزمولاريتي بتاع السوليوشن دوت 665.47 ملي اوزمول
بير لتر. وكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا شابتر 12 كامل. الحمد لله حلينا كل المسائل والاكزامبل، خدنا كل الافكار اللي ممكن تمر علينا فيه. كده غطينا كل البوينتس اللي فيه، واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ويكون الشرح سهل وواضح بالنسبه لكم. اكتبوا لي في التعليقات لو في حاجه محتاجينها، لو في حاجه محتاجين ان نركز عليها في الشرح او اعيد شرحها مره ثانيه. حلوا المسائل اللي موجوده في نهايه الشابتر ودربوا عليها كويس جدا. انا ممكن ان شاء الله انزل لكم الاجابات بتاعتها، بس ممكن تاخد وقت معايا، لكن اهم حاجه الامثله دي اللي احنا حليناها تغطي كامل الافكار اللي ممكن تلاقوها. فان شاء الله تكونوا استفدتوا باذن الله. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.